بالرباط وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست اليوم صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمقر أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المجلس الإداري الخامس لهذه المؤسسة. حنان أرسلان، عبد العالي عياد وحسن مندور. مقر أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط زوال هذا اليوم ووصول صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة لالا مريم رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وكان في استقبال سموها الجنرال دكتور دارمي السيد عبد العزيز بن ناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والرئيس المنتدب للمؤسسة. وبعد أن استعرضت سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، تقدم للسلام على سموها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي وكبار ضباط القوات المسلحة الملكية أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة. وحسب بلاغ المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية، فإنه طبقا للنظام الأساسي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، تدارس المجلس الإداري التقرير الأدبي والمالي لسنة 2010 قبل أن يتدارس ويصادق على مشروع برنامج العمل لسنتي 2011 و2012 وكذا مشروعي الميزانيتين الضروريتين للتنفيذ. ولقد همت أعمال القرب التي قامت بها المؤسسة بقرارات ملكية منح إيراد مدى الحياة المخصص لأرامل الشهداء منذ فاتح يناير 2007 وإيراد مدى الحياة المخصص لمعطوب الحرب منذ فاتح يناير 2008 ومنح تعويض تكميلي ابتداء من فاتح يوليوز 2008 لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين الذين أدوا فترة خدمة لا تقل عن 10 سنوات عند انتهاء هذه الفترة. ومعلوم أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين التي تم إحداثها بقرار ملكي سامي شرعت في أنشطتها ابتداء من 12 مايو 2003 وهو التاريخ الذي تفضل فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإسناد الرئاسة الفعلية لهذه المؤسسة لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم. ولقد عرفت المؤسسة في شتنبر 2005 إعادة هيكلة توخت تنشيط عمل القرب الذي تقوم به مندوبياتها الجهوية 22 الموزعة عبر مجموع تراب المملكة وفروعها الطبية والاجتماعية 4 الموجودة بالمستشفيات العسكرية بهدف التحسين